اهلا بيكم في قناة سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهاردة تكونوا بخير. هنزين مع بعض تورتة سبايدر مان بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ولو انت اول مرة تدخلي المطبخ هعلمك تعملي احلى تورتة للاطفال بتاعتنا. ده كان اوردر عندي وانا حبيت ان انا اعمله معاكم بطريقة بسيطة جدا. طبعا في فيديوهاتي انا خبزت كتير كيك، فاحنا بس هنختصر عشان الوقت. هنعمل مع بعض التورتة الجميلة دي باسهل طريقة. اول حاجه انا خبزت الكيك، وبعد ما خبزته حشيته حشوه شوكولاته، وحشيت وكان الكيك شوكولاته. تمام. وبعد كده بدات حشيت الكيك كويس. بدات اعمل كنت مجلسه الطبقه الاولى بكريمه شوكولاته عادي، وبعد كده طبعا عشان عارفين دي تورته اطفال بتاعت سبايدر مان، حطيت كريمه اللي هو كريم شانتيه. بعد كده بدات اجلس التورته بالشكل دوت. الكريمة بتاعتنا أهم حاجة في الصيف تبقى متماسكة عشان في التجليس ما تتعبناش. تمام. بعد ما جلستها بدأت أعمل الطبقة دي اللي هي طبقة الكريمة البيضة، وهجلسها كويس جدا. من وقت للتاني ببدأ أشطف الاسباتولا بتاعتي عشان خاطر الكريمة بتاعتي تبقى مظبوطة وتبقى حلوة. تمام. ولو في اي فراغ قابلني من الكيك كشف معايا، فببدأ احط كمية كريمة تاني وبرجع اظبط الاسباتولا تاني وبشطفها. وبعد كده هو بملس التورتة بالشكل الناعم عشان تطلع معايا تورتاية حلوة وجميلة، ونظبطها كده وتبقى معانا تورتة حلوة قوي. ولو في اي زيادات في الكريمة بعد كده بنبدأ نشيلها، هي مجرد ما بتاخد كفايتها في التجليس بنشيل اي زيادات كريمة عليها. تمام. بعد ما بجلس التورته طبعا بسقعها كويس جدا في التلاجة او في الفريزر عشان اقدر اشتغل عليها واحط عليها اي طبق انا حابه ان انا احطه. طبعا احنا عندنا اللي هو التورته دي بتاعت سبايدر مان، فانا بطبع. بدخل على موقع بنترست. بطبع الصور اللي احنا عايزاها. بتروحي وبيطبعها لك. بعد كده بنيجي نقصقصها وبنفرغ اي حاجه فيها لغاية ما نظبطها خالص، وبعد كده بنحطها بعود اللي هو العود الخل الرفيع الصغير أو خلة أسنان. وبعد كده بنفضل بقى بنحطها على وش التورتة. هنشوف مع بعض الخطوة اللي جاية. جبت حوالي 3 معالق من الكريم شانتيه وحطيت عليه لون اللي هو الألوان الغذائية، اللي هو اللون اللبني أو الأزرق. تشوفي الدرجة اللي تعجبك واعمليها. تمام. انا حطيت يعني كريمة بيضة جنبيها كريمة اللي هو اللبني دي عشان تدي معايا التمويجة اللي احنا شايفينها دي وتدي شكل حلو معايا. كانت بتطلع الروزيتا على شكل لبني وشكل كريمة بيضة في لبني. تمام. كانت شكلها حلو جدا. هي مش واضحة لكم دلوقتي بس ما لا تخلص هتبقى حلوة جدا. تمام. وطبعا الكريمة دي الألوان دي ألوان مصرح بها من وزارة الصحة، فإحنا بنستعملها عادي جدا، اللي هي الألوان الجل اللي هي بتاعت الكريمة. تمام. القمع اللي أنا عملت بيه السلسلة ده اللي هو قمع النجمة اللي أنا تملي بستعمله معاكم في الفيديوهات بتاعتي على طول. بعد كده هلف الإطار بتاع التورتة برضو من تحت بنفس التصميم، نفس الشكل اللي من فوق بالظبط. شكل السلسلة كده بيدي شكل حلو جدا. يعني احنا ما بناخدش كمية كتير عشان نعمل لون، يعني بنجيب كوباية كده بنحط عليها نقطة او نقطتين من اللون الالوان الجل، وبعد كده بقلبهم كويس. وبعد كده ببدأ ازين بيهم التورتة بتاعتي. لو انت حابة تدخلي ابيض فانت هتحطي في الكيس كريمة من الكريمة اللون اللي هو مثلا اللي انت حباه مع الكريمة البيضة، فبيدي حلو جدا، تموجة حلوة. ويا ريت لو وصلتي معايا لغاية كده في الفيديو يا ريت ما تنسيش تشجعيني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس عشان اقدر بس استمر معاكم في القناة. بس كده احنا قفلنا الاطار بالشكل ده، بتدي شكل حلو جدا معانا. بعد كده بقى هنشوف هنجيب بقى الخطوة اللي جاية الطوبر. طبعا انا بكون محضرة الطوبر دوت، بكون حاطة الخلة بتاعته وملزقاه بسلوتيب عادي. معلش يمكن الكاميرا هنا مش واضحة كويس وانا بحط الاشخاص يعني بتاعت الطوبر. بعد كده هتبان. بصوا الطوبر دوت بجد بيفرق جدا في التورته. لو انت اول مره تدخلي المطبخ بجد هتقدري تعمليها. اي طوبر انت هتختاريه من على موقع بنترست وتطبعيه بجد هيفرق معاكي في التورته.
انا مصرة ان انا اعلم ست البيت ازاي تقدر تعمل تورتية بسيطة في البيت باسهل طريقة ممكن تقدر تعملها. بصوا الاشكال نطقت التورته معايا، ولو انت ما عندكيش قمع او عندك اي ادوات هتقدري تعمليها. يعني ممكن نلغي خالص اللي هو مثلا السلسله اللي احنا عملناها بالقمع دي، ونظبط الكريمه بتاعتنا التجليس بتاعنا ونعمل الاشكال دي عليها. بجد هتطلع معاكي احلى تورته من ايديكي، وهتطلع احلى من دي كمان. انا بجد يعني مستنيه التعليقات بتاعتكم، ومستنيه منكم اي حد يطلب مني اي حاجه ننفذها مع بعضينا. وبصوا بقى شكل التورته وجمالها بعد ما خلصت، بجد قد ايه جميله جدا. كمان الكاميرا بجد مش موضحاها كويس، لكن هي في الحقيقه جميله جدا. تعالوا بقى شوفوا الجمال دوت. بصوا التورته من قريب بجد قد ايه تحفه وجميله جدا. هستنى تعليقاتك، وهستنى منك كومنت حلو، وهيساعدني كتير وهيفرق معايا كتير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعني بلايك واشتراك وتفعل الجرس. استنوني الفيديو القادم.